كلمات حزينة ومؤثرة من الفنان القدير فاروق فلوكس. فنان بحجم وتاريخ فاروق فلوكس يخرج ليقول بكل صدق ووجع: محدش بيطلبني في أي عمل ومحدش بيكلمني، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل. كشف فاروق فلوكس عن حالته الصحية وقال: الصحة مش مظبوطة مؤخراً، بس الحمد لله على كل حال. ورغم التاريخ الكبير اللي قدمه على مدار سنين، بيقول بكل وضوح: أنا مش اللي بنتج ومليش يد في اللي بيحصل، بس مش معقول أروح أقول للمنتجين شغلوني. وأضاف بمرارة: الجيل الجديد له وضعه، وكبار السن من الفنانين بقوا مش مطلوبين في السوق. ورغم الشائعات اللي بتقول إنه اعتزل، رد فلوكس وقال: أنا ما اعتزلتش، بس محدش طلبني، محدش سأل عليا. كلمات بتوجع القلب وبتفتح سؤال كبير حوالين تقدير رموز الفن في مصر. ناس شالوا اسم البلد على ظهرهم في الفن والمسرح والتلفزيون، وفي الآخر بيتنسوا كأنهم ما كانوش موجودين. قولولنا في التعليقات، هل فعلاً الفنانين الكبار ملهمش مكان دلوقتي؟ وليه ما بنشوفهمش في أعمال جديدة رغم تاريخهم الكبير؟ ما تنساش تعمل إعجاب لو الفيديو أثر فيك، واشترك في القناة علشان توصلك كل القصص اللي تستحق إنك تسمعها. قناة كواليسهم دايماً معاكم من قلب الكواليس.